وانا بس هعمل لك ايه يا حبيبتي؟ اديني على رأي المثل عامل زي الطور اللي بيدور الساقية، عينيه متغمية وعمال يدور زي النحلة. هي الدنيا دي يا حبيبتي بقى فيها راحة ابدا؟ لكن انت المفروض انك راجل اتخلقت للتعب والشقة، وانا واحدة ست اتخلقت عشان استريح واتمتع بالدنيا واحس بجمالها، مش اصبح من الفجر ولا على الوابور واعمل شاي واجهز الفطور وبعدين انزل اركب الترماي واوصل للشغل وتستلمي البوسطة وتأيديها وتسركي الصادر والوارد وتقدمي الاوراق للعرض على سيادة المدير. وايه كمان؟ هادي انت عارف. يا سلام، وانا بقى قاعد على القهوه وحاطط رجل على رجل وعمال اشرب دي كازوزه ودي قهوه ودي شيشه انت بتتريق عليا يا مجدي؟ مش عاجبك كلامي؟ لا العفو، لا ايه العفو الكبير يا ست وفاء. انا لا سمح الله اقدر. المهم فضنا بقى من الكلام ده. ايه ونفضنا ليه واحنا ورانا حاجه؟ هو الكلام ده بطال؟ ما هو عال اهو وزي الزفت. انت زعلت يا حبيبي؟ لا ابدا ابدا، ايه بالعكس، ده انا حتى مش عارف مبسوط ليه النهارده قوي. لكن انت مكشر يا حبيبي. لا يا ست ما تاخديش في بالك، لا. انت لازم تعبان يا مجدي، انت اشتغلت كتير النهارده؟ لا ابدا مفيش غير 3 قضايا جنح واترفعت فيهم، وجنايه كده بسيطه. ايه، قتل؟ لا مخدرات. يا ساتر، وايه كمان؟ وخدي عندك كمان يا ستي محضر بوليس محترم يا خبر، ايه ده كله؟ امال بتقول انك ما اشتغلتش ازاي؟ اعمل لك ايه يا ست هانم؟ اعمل لك ايه اذا كنت جايه تشتكي لي من ركوب الترماي مرتين في اليوم، مره الصبح ومره الساعه 2، و3 4 جوابات بتسركيهم وورقتين للعرض على سياده المدير. لكن انا بتعب في الشغل يا مجدي. يا ستي هو في حد في الدنيا ما بيتعبش من الشغل؟ امال هم سموه شغل ليه؟ انا عارفه. عشان متعب يا ست هانم. عندنا الاحكام يا ستي بيقسموها نوعين، احكام عاديه واحكام مع الشغل. ايوه، لكن الشغل في السجن غير الشغل بره. ايوه لكن النتيجه واحده، اهو كله شغل كله تعب. الدنيا كده ما فيهاش راحه ابدا. لكن انا بتعب من الشغل يا مجدي، وانت عارف ان كلها اسبوع بالكتير ويبقى عندنا طفل، هنعمل ايه بقى معاه؟ ولا تزعلي يا ستي، وقتها يحلها ربنا. يعني هيرزقنا بالعيل ومعاه خدامته؟ يا ست هانم، لما يرزقنا ربنا بالعيل نبقى احنا نجيب له خدامه. طب وايه المانع اننا نجيب الخدامه من دلوقتي؟ يعني يا ست هانم انا مقصر في حاجه؟ ما انا مكلم 60 واحد على خدامه. عم رضوان البواب موصيه بقالي 3 اشهر، ام نعيمه الغساله موصيها بقالي سنه، الاسطى سليم السباك ما فتش عليه مره الا لما وصيته. لكن توصيتك ما جابتش نتيجه يا مجدي. يبقى ايه اللي في ايدي بقى عشان اعمله؟ اضرب الارض تطلع بطيخ؟ لا، تعمل زي كل الناس ما بتعمل. بيعملوا ايه الناس يا ست وفاء؟ يقدموا طلب لنقابه الخدامين. اديني مقدم طلب من 6 اشهر. ياه، 6 اشهر ولسه ما ردوش عليك؟ يردوا عليا ازاي اذا كان طلبي واخد نمره 15601؟ 15,000 و601 ده ولا سنتين على ما يوصلوا لنا. ده ان وصلوا. ده انا لسه الجمعه اللي فاتت سائل بالتليفون لقيتهم وصلوا للطلب رقم 309. يعني شوفي بقى لسه قدامنا طابور قد ايه. اسمع يا مجدي، انا عندي فكره. ايه؟ الحقيني. نعمل اعلان في الجورنال. اعلان في الجورنال؟ ايوه. والله هي فكره، بس هنقول ايه فيه؟ انت عارفه ان نقابه الخدامين شديده، والخدامه اللي تتظبط متلبسه بالعمل بدون اذن النقابه بيحولوها على النيابه عدل. عارفه، لكن احنا نقدر نتحايل على النقطه دي. ازاي؟ نكتب الاعلان بالشكل ده. مطلوب سكرتيره. الثقافه غير ضروريه. يستحسن في من تتقدم ان تكون ملمه بشؤون المطبخ والاعمال المنزليه. خابروا ميم عين ميم تليفون. هلو، منزل ميم عين ميم. ايوه يا ستي، منزل ميم عين ميم. مين اللي بيتكلم؟ انا ام سيد الاسكندرانيه. وبتتكلمي منين؟ من اسكندريه؟ لا، بتكلم من بيتي. ويلزم اي خدمه؟ ايوه، انا عايزه اشوف اذا كان ممكن اوافق اني اشتغل عندكم. اتفضلي يا فندم، طلباتك. الشقه بتاعتكم كم اوضه؟ 3 اوض. وعندكم كم عيل؟
عيل واحد عمره يومين. وطبعا عندكم غسالة بالكهرباء وطباخة بالكهرباء ومكنسة بالكهرباء. لا والله لحد دلوقتي ما عندناش. أفندم، وعاوزني أشتغل عندكم؟ يا فندم حضرتك اللي طلبت المكالمة. وما تختشيش على